اهلا بيكم في اول حلقات تيك كابسولز. معايا اجمد هوست كارير شيفتر. اي اجمل جيست جه معانا البرنامج، وهو دكتور عبد الرحمن الجوهري. اهلا بيك يا باشمهندس عمار. انا طبعا مبسوط ومتشرف بهذا اللقاء الرائع الله يكرمك. في هذا المكان الرائع برضو، يعني اجواء شتويه. اول دور معانا فيه غصب عني. او الدور بالعافيه في الجو البرد ده، بس تمام مفيش مشكله. اهم حاجه يعني كفايه قاعده معاك يا باشمهندس عمار، والله حبيبي. الله يخليك. انت بتقول ان انت كنت شغوف من قبل ما تخش اصلا ثانوي بحاجه لها علاقه بالديجيتال، يعني خلينا نقول مش سوفت وير، يعني بما ان انت برضو حاليا بتحتك بالسوفت وير نوعا ما. ولكن انت عموما كنت مهتم بالمجال، بتتعامل على الكمبيوتر وحاجه ديجيتال بالظبط. يعني ليه حبيته وليه دخلت اصلا صيدله بعد كل ده؟ وليه بتشفت دلوقتي يعني؟ صح. السؤال الثالث المنطقي يعني. طيب هو القصه يعني لحد ما ليها دعوه بالاقدار او القدر، يعني ما كانش ليها تحكم بيا انا كشخص. انا في اول حياتي انا طول عمري شغوف بالكوره، حاجه مالهاش دعوه خالص باللي احنا بنتكلم فيه. راجل كروي، وحتى انا ما عنديش حد في البيت كوره بالدرجه الاولى. لا عادي نيوترال، بس انا كنت بحب الكوره جدا يعني. كنت متابع شره للنادي الاهلي وبتاع ومنتخب مصر، وانا صغير كنت لسه في ابتدائي. جميل. بعد كده خلصت ابتدائي، الوالد كان سافر السعوديه بره، فاحنا بعدها بسنه تقريبا رحنا معاه. فبدات بقى هنا يتغير الشيفت بتاعي شويه، يتغير التركيز بتاعي شويه. انا قاعد لوحدي طول الوقت، ما مش مركز، يعني ماليش اصحاب، ماليش جيران. صعب ان انت تعمل تكون صداقات بسهوله وفي سن صغير وانت في مكان جديد يعني. فكان ما قداميش غير حاجه واحده بس 24 ساعه قدامي، كمبيوتر، الانترنت، الكمبيوتر، زي حالاتنا كلنا يعني. الجيل بتاع فانا في الجيل اللي هو بدا يستكشف الانترنت. وانا كنت بصراحه يعني وقتها كمان كان اليوتيوب كان في قمه وصوله للعالم العربي يعني. وكان وقتها اخواتنا المغاربه امير رغيب والناس اللي هم بتوع التكنولوجيا. فاكر وقتها كان في عرفني دوت كوم والمعلوميات واستنى، وامير رغيب، وفي موقع اسمه الكتروني كان بيعمل اخبار ليها علاقه بالموبايلات كان كتير قوي قوي. وكنت انا بقى اندمجت بقى في حته المنتديات بقى، ولما مثلا في حاجه عايز اعرفها فبدور في منتدى في موضوع في منتدى. فكنت بادئ الموضوع من بدري قوي يعني. فهو جه قدرا. ودايما صور الجيف اللي تقعد قضيت وقت ترتر قضيت وقت طويل في الحته دي في الانترنت. فحبيت الموضوع اكسايتنج، حاجه جديده كل مره بتشوفها. لما بتقعد مع حد اكبر منك وتتكلم معاه في الحاجات دي بيحس ايه ده، انا مش عارف اعملها ازاي. احساس برضه احساس ان انت عارف حاجه حديثه وعمال تنشر هذه المعلومات. انا هقول لك على حاجه حلوه بصراحه. انا كنت في المدرسه في اولى اعدادي في السعوديه. كنا في عندنا حصه فيها كمبيوتر لاب يعني. تمام. فاللاب بيبقى فيه كذا كمبيوتر، الناس بتقعد مثلا بتخلص حاجه معينه ففي مره كان في بحث المفروض نعمله، وكان وقتها التسونامي بتاع اليابان. فكان البحث عن الموضوع ده، فالناس كلها ما كانتش عارفه تجيب يعني ايه المصدر اللي تجيب منه الكلام عن البحث والصور والحاجات دي. فانا تقريبا الوحيد في وسط الفصل كله اللي عرف يجيب الداتا دي. عرفت بقى ادور من المنتدى ده اجيب شويه صور بتاع. تمام. كانوا منبهرين، انت عملت ده ازاي؟ طبعا الكلام ده انت بتحكي وانت في ابتدائي ولا اعدادي؟ بنتكلم في اولى اعدادي يعني احنا بنتكلم تقريبا في 2008 مثلا اعتقد. 2009 حاجه زي كده. فكان حاجه ايرلي جدا. احنا برضه في العالم العربي فعلا يعني اعتقد النت كان داخل متاخر عندنا قوي يعني. بتتكلم بره، اعتقد النت داخل والكمبيوتر من اوائل التسعينات او هو كان داخل من اول القرن 19 قصدي يعني. اعتقد من اول حاجه و40 كان بدا الكمبيوتر الكبير يتعمل. لا ما كانش موجود غير مع الناس اللي اعتقد لحد سنه 97 كان في دكاتره بره بتعمل ابحاث وتنزلها على النت او على شبكه الانترنت الموجوده. احنا كان لسه مفيش خالص، لسه الموبايل اصلا بيفكر يخش عندنا، والخط كان ب 5000 جنيه تقريبا وقتها وحاجات غريبه. موبايل السلك الطويل ده والبيجر ما حضرتوش. لا اسمع عنه برضه، ما حضرتوش. انا اسمع عنه، حضرت الموبايل الطويل اللي هو انتنه ده موتورين تقريبا يقعد يرن، والكابينات اللي كانت بتبقى في الشوارع دي اسمها ايه رينجو. لا استنى، رينجو حاجه ثانيه غير البتاع دي. كانت ميناتيل ورينجو هم الاثنين اللي كانوا مشهورين يعني. تمام. فكانت دي بدايه الموضوع يعني. وكنت طبعا بحس بنوع من انواع انت فاهم الدوبامين هيت. كنت لسه هقول ما حد بيقول ايه ده حلو القعده الطويله، كلاوي بتاع المجال كلاوي فاهم الدنيا. فبدات اتعلم بقى يعني. كان دايما متابع الناس اللي هي زي ما قلت لك على اليوتيوب وكده. فكنت دايما متابع الحاجات الجديده اللي بتنزل، برامج جديده مثلا عايز اجربها، حاجات مش عارف ليها دعوه مثلا ازاي توصل
لبعد كبير من الواي فاي فتغطي مثلا الشقه كلها، ازاي تعمل توزيعه في البيت. كنت انا اي موضوع بينزل كنت ما بحطش سيف بقى، كنت بحطهم سيف لحد الاجازه بتاعت الامتحانات، اخلص امتحانات وابدا بقى ايه اعيش بقى في الصيف، اجرب الحاجات دي. حلو قوي. احمل برامج، اجرب برامج. طبعا هم في البيت كانوا مستغربين انا يعني بقضي وقت طويل قوي في مع الكمبيوتر يعني. ودي حاجه ما كانتش صح برضه 100% يعني، بس يعني انا راجل قاعد ماليش اصحاب وماليش احباب، مفيش حاجه خالص، انا متوحد لازم فتمام طالما اسست اللي هم شايفين انا بعمل ايه خلاص تمام. بدات بعد كده ابقى ايه يعني، بدل من ان انا مشاهد بدات احس ان انا محتاج اخد الخطوه الجايه اللي انا ابقى جوه الناس اللي بتعمل الحاجات دي. صح. يعني ليه ما انزلش موضوع زي الناس اللي بتنزل مواضيع. حلو. فبدات اشترك اجرب اسجل بقى في المنتديات بقى، وبروسيس التسجيل في المنتديات زمان كانت حاجه صعبه شويه، هو لازم تبقى كبير المنطقه وعامل 7000 مشاركه عشان تخش تعمل بوست ولا تعمل موضوع ولا بتاع. ففي موقع ما انا كنت وقتها بتابع احد الانيميشن سيريسز كان اسمه ناروتو. تمام. طبعا انا كنت بتابعه على سميث باور، تعريف يعني. كنت بتابعه على سميث باور والحلقات وقفت، فتدور فلقيته على منتدى من المنتديات يعني، وبشكل شكل غريب جدا وعجيب جدا وجميل جدا جدا. لقيت الموقع الوحيد اللي ممكن احمل منه الحلقات من غير ما اسجل في الموقع في المنتدى. كان دايما اي لينك في اي منتدى. حاجه غريبه ان هو زي ما يكون رجلك سجل اولا قبل التحميل، لازم يكون رجلك اولا. فالموضوع كان مفاجئ بالنسبه لي، فقلت لا هو ده بقى سعيد الحظ ده انا هسجل فيه فعلا طالما ما طلبش مني. كان موقع كبير وقتها كان اسمه انميات، كان من ضمن عارف انت توب 5 ويب سايتس اربك ويب سايتس اللي كانت بتنزل انيميشن وانمي بالعربي يعني بترجمه عربيه يعني. فسجلت في الموقع ده، ولقيت بقى عارف انت اسهل حاجه ممكن اسجل فيها وابدا ابقى من المشاركين ايه المواضيع العامه. عارف انت دخلت، انا كنت شاطر شويه في التعبير فقلت حلو ههبط بقى شويه تهبيد مع شويه صور زي الفل كده. انا بعرف ابحث بقى فاجيب حاجات من بره احطها. فاول حاجه عملتها، اول غلطه عملتها، ان انا اول موضوع نزلته جبته من جوجل في موقع تاني. ما هو بقى نشر، هو كوبي بس ونزلته. هو نشر طبعا. تاني يوم لقيت الموضوع محذوف. ده حلو. والمشرف بتاع المشرف كان وقتها بقى في مشرف. المشرف لقيته كاتب لي ايه هذا الموضوع منقول. لا طب ما ايه يا اسطى المشكله، ما منقول عادي يعني. ايه المشكله يا عم؟ ما احنا كلنا ناشئين من بعض. تعرف وقتها ان في رولز، لا في رولز للمنتديات نفسها والمواضيع، وللنقل برضه ليه احترامه يعني، ليه صيغته. لو هتنقل لازم تكتب المصدر بتاعك صح. لو مش هتنقل يبقى انت اللي انت مؤلف مثلا مكان او واخد من كذا ريسورس خلاص ده الكونتنت بتاعك انت، عملت بحثك وطلعت بكونكلوجن معينه او طلعت بكلام معين. صح. طبعا وقتها كده حاجه بالنسبه لي انا ما استوعبهاش، انا لسه عيل في اعدادي، في اولى اعدادي وثاني اعدادي مش فاهم حاجه يعني. بس الموضوع بالنسبه لي كان ايه اللي هو ايه ده، في يعني في رولز وفي قواعد وبتاع. وبرضه استغربت ان في ناس بتنفست تايم في حاجه زي دي. المشرف ده بيعمل الكلام ده ببلاش، هو مش بيعمله عشان بياخد فلوس عليه ولا حاجه، لا الناس بتعمل الحاجات ديت حبا في النوع الاكسبيرينس اللي بيعملوها زي السوشيال ميديا دلوقتي يعني. صح. كان وقتها برضه كان ظهر فيسبوك بعدها بكام سنه كده وقت 2011. لسه اقول لك السوشيال ميديا بتاعت زمان فعلا. بعد كده لما ظهر السوشيال ميديا الموضوع بقى المزرعه السعيده والشراء بتاع المزرعه السعيده وتشارلز بقى عشان نقعد نهكر المسار. كان في ابلكيشن كده بننزله عشان اعرف اجيب دنانير، لان ما كانش جاب بسهوله. واسمه كده لازم مش عارف الحاجه اللي تشتريها حطها في المستودع عشان لما تيجي تعمل ريفرش تصيف الداتا بيز هناك. يعني مشكلتي في المزرعه السعيده الكاميرا، كنت نفسي اعرف ايه الكاميرا دي. تصدق. هي طلعت عادي نبات عادي بيتحفر له في الارض بس انا فاكر ان انا عشت التجربه بجد، ان انا كنت بحس ان انا مزارع بحصل زرع. ولازم اصحى اطمن على البقر اللي هو تقريبا مصر كلها كانت بتلعبها. هو بينهي الصبح. انا كنت في السعوديه ومصر كلها كانت بتلعبها وانا عارف. ما انا بقول لك يعني الاهالي والناس الصغيرين. الفتره دي كانت حلوه قوي يعني، غير المزرعه السعيده، البلاك بيري. بلاك بيري بكل الاجواء بتاعته كانت فتره فيها نوستالجيا جدا جدا. والابلكيشنز بقى او المواقع المنتديات اللي بتعمل ابلكيشنز البي في ام تقعد بقى تغير لمبه الليد على حسب الابلكيشن اللي بعت رساله. ده كان في حوار على واتساب مثلا ازاي تشغل واتساب على بي ام بدل بي ام مسج اللي كان موجود على بي ام بس. لا استنى، ما هو واتساب اصلا لما نزل عملوا ابلكيشن البلاك بيري ما كانش لسه عامله بقى، كان في حوار والله عمل ده قبل ده كان طفره. كان ممكن تنزل على موبايل عادي ايفون مثلا، تنزل البي بي ام
بتاع بلاك بيري. لا بس ده لما هم عملوه بعدين بقى بعد على لا انا بتكلم في الفتره اللي لسه فيها بلاك بيري ما كانش فيه غير متصدره. ما كانش فيه غير انا بالنسبه لي بالظبط. وكان باشتراك لوحده غير اشتراك النت العادي. يعني انا فاكر فاكر تروح لاس تي سي ولا موبايلي يقول لك باقه البي بي ام ب 100 ريال تقريبا وباقه النت كانوا مميزين بالكلام المزخرف بس تعرف تزخرف برب. لو انت فاكر برب بي رايت بريب ولا برب بي رايت باك فاهم. ولازم زخرفه اللي هو تخش على الكي ووردز في الموبايل تخلي بكتب الحرف ده يملى لي الترتر والحاجات. فاكره فتره المنتديات كان بيقول لك ايه تنسيق الموضوع ده اللي هو الموضوع نفسه يبقى الكلام متزخرف. كميه بقى مواقع اللي كان اسمها 2 بي بي 2 بي بي ام دوت نت 4 بي بي ام كلها بقى عليها الابلكيشن زخرفه العاب. بص اكتر حاجتين من ذلك مميزين زخرفه الكلام واللمبه الليد اللي بتنور على حسب النوتيفيكيشن. اخضر مع واتساب مش عارف ازرق مع فيسبوك. وانا بالنسبه لي صراحه من احد اجمل سمارت فونز او اكسبيرينس شفتها في حياتي. يعني انا رغم الايفون ده كان بدا يظهر في 2007 وبدا يعني ياخد رواج ولكن بي بي ام كان متربع على عرش الخليج حرفيا. وانا بالنسبه لي انا كنت في الفتره الذهبيه دي في الخليج لحد النهارده عندي حنين باك بيري ونفسي يعني لو عندي يد اروح انفست في الشركه عشان ترجع تصنعه. يعني انا خلاص بقى ما عادش شغاله في الحاجات دي اعتقد للاسف. لا سوفت وير خالص دلوقتي زي الغلابه بتوع نوكيا كده سايبر سيكيورتي. وده على فكره توبك حلو موضوع ان رفض التغيير والريزيستنس اللي بيحصل من قبل حد فاكر ان هو خلاص على سوق الحاجه وما يعرفش ان في اي حاجه كويسه ان هم ما يعني عارف انت ما قفلوش خالص بقى. انت فاهم قصدي؟ يعني هم مثلا بس ماتوا بس هم they are still running a business يعني. بس بيج نيم برضه. بس انا مش عارف بصراحه هو البروفيت بتاعهم حاليا بقى هو الموضوع بقى بروفيتبل ازاي زي زمان يعني اكيد. بس يعني they are still in the market ممكن في ناس اوريدي ماشي. يعني دي تسخ في النيم. دي كانت رحلتك في عالم الهوايه بتاع زي كان البدايه. انت بقى الشراره بتاعت ان انا عايز اعمل حاجه بروفيشنال ورك يعني اعمل حاجه. وقت ما قلت لك انا كنت مندمج شويه في المواضيع العامه وبتاع وبعد كده بدات ان انا اخش في حاجه تانية الا وهي الديزاين. يعني وقتها كنت انا برضو بنبهر ان المواضيع اللي كانت بتتنشر كان بيبقى فيه كانوا بيسموها الفواصل اللي هو انت مثلا بسم الله الرحمن الرحيم محطوطه في شكل ديزاين بعد كده الكلام بعد كده مثلا ايه مقدمه عن الموضوع ده ديزاين معين بعد كده الكلام وهكذا خاتمه مش عارف ايه. الحاجات دي كانت عباره عن جي صح؟ لا عباره عن صور بي ان جي متصممه في فوتوشوب بالظبط معموله بقى باي شكل ايا كان معموله شكل دائري بقى فيها ورد ديت ان انت تعمل ديزاين. فكان الموضوع بتاع الفاصل ده كان يعني فيجوالي ابيلينج جدا. اللي هو بيتعمل ازاي بقى؟ بالظبط بيعملوها الحاجات دي ازاي. حلو. فبدات يعني اخش كان في قسم طبعا في المنتدى اللي كل ده بتكلم عن المنتدى اللي هو بتاع انميات ده لان انا خلاص بقى حبيت المكان فقعدت فيه رغم ان هو كان المتخصص في الانمي وكده بس كان كل قسم في الناس بتوعه. يعني الناس بتوع مثلا مواضيع العامه مالهمش دعوه خالص ولا يعرفوا الانمي ده ايه ولا في دماغهم بيناقشوا مواضيع عامه والموضوع اللي منشوره مواضيع عامه فاهم قصدي وهكذا. فكان في قسم التصميم فكان نفس الكلام برضو ناس منعزله تماما بتركز في التصميم بس. وبدات اشوف المواضيع لقيت في حاجه اسمها دروس زمان اللي كانت بتنزل طبعا ما كانش في يوتيوب حد سهل ان هو ينزل ويريكورد وينزل على اليوتيوب. فكان بتلاقي الدروس يا اما مكتوبه مع مثلا صور جي اف بتوريك بيتعمل الحاجه دي ازاي. لسه اقول لك يا اما بالصور بس. فكان التعلم في الوقت ده بالكلام. في موقع اسمه ويكي هاو لو انت عارفه. ويكي هاو ده كان طول الوقت فعلا شرح للصور كان ممتع جدا. في كتير بالنسبه لي كان ممتع جدا. بس ويكي هاو اجنبي يعني بس في حاجات عربي كتير هتلاقي الشرح دايما يقول لك شرح بالصور. حتى كان دايما عيب الحوار ده ان المواقع اللي كانوا بيرفعوا عليها الصور اما تضرب او تقفل لسه هقول لك كانت الصور تختفي. ما هو وقتها ما كانش فيه لسه كونسبت السيرفيس بتاعت الصور بس وبتاع. موقع مجاني وموقع طبعا يعني مش هيفضل شايل لك الصور يعني على من زمان. في موقع اسمه الخليج اب او موقع الخليج طبعا جلف اب. وقت ما وقع الناس كلها وقعت معاه حصل. انا فاكر فعلا اغلب المواقع اللي رفع فايل مثلا طبعا ميديا فاير كان زمان بس كعربي كان جلف صح. جلف اب كانوا عاملين له ريفامب كده وبقى شكله محترم ونضيف شويه وبعد كده قفلوه خالص. فمواقع كتير اتاثرت لان كان في داتا كتير جدا مرفوعه عليه. صح. المهم حبيت الموضوع بدات اشوف دروس مقروءه ومسموع كل حاجه بقى انت فاهمني. وبدات ان انا اجرب اطبق كده. طبعا وقتها ما كانش عندي فوتوشوب ما اعرفش ان انا لازم اعمل فوتوشوب. هو بيشرحوا حاجه في اداء انا مش عارف الاداء دي ايه. فانا كان عندي الرسام وعارف ان الرسام بنشخبط فيه وبتاع ده حبيبنا. فانا عملت ايه قمت داخل على النت جايب خلفيه كفر انمي كده كان اسمه بلاك كات ماشي القط الاسود. قمت رايح محملها كانت خلفيه زرقاء كده وحاجه زي يعني حاجه تعبانه يعني حملتها
كنت مدخلها على الرسام وكاتب اسمي تحت الجوهري. بس كده يعني انت ما عملتش اي حاجه اكتر من كده؟ ده انا مصمم رائع دلوقتي. انت كده مصمم انك تنقل حاجه، انا ديزاينر دلوقتي. توبك تنقل صوره انت بتنقل. لا ما انا ما اعرفش بقى، انا في مخيلتي التصميم ده لا أيوه. نعمل كده يعني. فبعد كده القصه يعني كبرت في الحته دي. وضحت ده بيتعمل ازاي. فخدتها وقلت يلا بينا بقى. كان في قسم اسمه قسم المبتدئين، انا مبتدئ وعامل اول ديزاين وهخش. عاجبني تقسيمه الجامعه اللي هو سكاشن واقسام وجوه القسم في سيكشن لو الناس بتنزل على الديزاين كله بقى ايه بيطبل لهم في الاقتباسات والردود وبتاع. ايوه فنزلت كله تمام حلو مش عارف الناس قاعده بتطبل لي. قلت حلو. كان الناس بتجامل ساعات بتجامل عشان تزود المشاركات وخلاص مثلا. بكسب كان اللي بيزود مشاركات في المنتديات زمان بيزود له نجوم، بيتعمل له نجوم فوق كانه كارت يوجي كده النجوم بتزيد. المهم الناس كانت بتشكر فيا وبتاع ومش عارف شاطر ابداع تميز واصل ابداع. والله لقيت واحده من المشرفين اللي عندهم 7000 نجمه دولت رد عليا رد قاسي جدا. دي كده لواء. ما شاء الله قاسي جدا. ايه بقى؟ التصميم ده مش بتاعك وده مش تصميم اصلا. قمت رايح حاطه لي اللينك اللي انا جايب منه الصوره. يا نهار اسود شكلك وحش. اول حاجه انا اتفاجئت هي جابت الصوره ازاي. يا بنت الذين هاكر. هي طبعا من الناس اللي موجوده في اسم التصميم فهي مصممه فعارفه. فانا بصراحه التعليق استفزني جدا لان هو صح جدا يعني. كتير قوي اللي هو انت يعني كتير قوي كتير قوي يعني مش اسطوري على الناس اللي بتشكر عليا دي. طبعا اعمل ايه طيب. فوقتها بقى اتعلم بجد بقى اشوف دروس واحصل على حلو لك التريجر بالنسبه لك ان انت لا التريجر بقى يعني. انا متضايق انا لا يعني ايه يعني صح. طب والله لا صمم يا جماعه والله لا صمم. طبعا اعتقد في الفتره دي كان كفرات الفيسبوك بقى صح. ده قبل كفرات الفيسبوك. ده كان قبل شويه. كيس الفيسبوك ده شويه يعني. ايوه ده مثلا ب3 سنين ماشي. لان بعد كده قبل الكليه يعني لما خلصت اخر ثانوي بدات اخش بقى في موضوع السوشيال ميديا ديزاين والكلام ده. حلو. اعتقد فعلا وقت الكليه وقت الثانوي كده كنا فعلا 2015 حوار الفيسبوك والكفرز ده كان منتشر قوي قوي يعني. كان الوقت الفتره بتاعت 2011 2013 ديت او 14 كانت كلها ميمز. فالمهم خلصت الفيس دي بدات اتعلم اعمل فواصل. اول حاجه بدات انقش طبعا يعني اشوف حاجه اقلدها باي طريقه. طب انا مش عارف الحاجه دي بتتعمل ازاي. مفيش درس بقى يعرفني بتتعمل ازاي. يعني انا مثلا عشان اتعلم الدروب شادو اللي هو اللي هي الجزء بتاع البلور دروب شادو مش دروب شادو خلاص بس ومش اللي هو البلور العادي. مش اللي هو جاز يمدور حاجات. لا فعرفت بقى وقتها برنامج فوتوشوب انه كان في نسخه عربيه موبايل بقى اول نسيت اعتقد كان في نسخه كان بيسموها بورتبل معرب محموله. النسخه المحموله ايوه اللي هي مش محتاجه تعمل لها انستولنج على الجهاز. اللي هو كانت تفي بالغرض ما كانتش فيها 3 دي مش محتاج 3 دي كده واتعلمت عليها وبتاع. وبعد كده بقى ابجريد بقى ايه مع بعد ما بتعرف اكتر على الكوميونتي بتاع الفوتوشوب صح. هتعرف ان في في سيستمز ثانيه في حاجات اعلى شويه وقتها. ايوه عايز اقول ان وقتها البلوجز والمنتديات كانت مليانه. تعالى حمل هنا مش عارف في فرش فوتوشوب حمل. انا عايز اقول لك في فيرجن انا خدتها من من احد الزملاء اللي اتعرفت عليهم يعني في المنتديات. كان اسمه محمد شعيب كان من الجزائر الشقيقه. الراجل ده اداني نسخه. هو كان مبرمج على فكره. تمام. اداني نسخه لفوتوشوب سي بورتابل. كان عامل النسخه دي كانت 70 ميجا بايت. انا لحد دلوقتي او حد بيسالني على فوتوشوب عايز يحمله على جهاز تعبان اديله النسخه دي حافظ عليها لحد النسخه دي عايز عليها ده اثر ده اثر بجد. نسخه يعني فوق الخيال. تحفه ستيبل تحفه جدا محترمه وزي الانجليزي وعرب كل حاجه فيها شغاله. بدات بعد ما اتعلمت الجزء اللي قلت لك عليه ده انا اتعلمت ازاي اعمل فواصل. بدات بقى ايه اشترك في المنتديات. حلو. محتاجه مصمم يعمل لها فواصل للتيم بتاعها او للمواضيع بتاعتها بحيث ان انا ادرب نفسي حاجه شبه الانترنشيب حديث. تمام. خلصت الفيس دي بقى وبدات ان انا اصمم في كذا منتدى وبتاع لحد ما اتعرفت. الفكره ان انت كنت شخص جيك بحت. انت داخل يعني خلاص هو شغف وهوس مع ذا سيم سايد ذا اذر هاند. انا كنت شغال عادي مكمل مع امير رغيب والبرامج عادي. لا هو اعتقد كلنا اي حد كان مهتم بالكمبيوتر وقتها ككمبيوتر كان متابع الشروحات دي. الشروحات كانت اسمها شروحات مع امين رغيب استاذ البرامج استاذ في بين. فبس خلصت الفيس دي وبدات بقى ان انا وقتها خلاص خلصت ثانوي. وقت نزلت الكليه عرفت بقى على الشباب بتوع السوشيال ميديا بجد وبدات اخش بقى في الانشطه الطلابيه وبتاع وبدات اشتغل بقى في تصميمات السوشيال ميديا. ودي كانت فيس ثانيه خالص. ده معناه بقى انت دخلت الكليه عشان مجموعه واهل زي ما الناس كلها دخلت يعني مفيش. بالنسبه لي الكليه كانت طبعا انا طموحي في الكليه كان الحاجات الثانيه اللي انا بعملها دي كلها كانت بالنسبه لي هوايه. يعني انت عمرك ما دخلت انها تبقى هي حد زمان غير دلوقتي الشغل يعني. دلوقتي في ناس كده بتتكلم في الموضوع ده وان ده شغل وان ده تاخد منه فلوس. عندك حق. ازاي تعمل كده. انا فاكر فعلا في 2016 كان لسه بادئ اصلا يعني فريلانسنج في مصر او في الوطن العربي عموما وبقى في سفر للفريلانسنج. ما كانش فيه
بالظبط. اغلب الناس اللي بتعمل فلوس من على النت واغلب الدروس والشروحات الشروحات كانت بتتكلم قبل 2015 يعني، كانت بتتكلم على الحاجه اسمها اللي بيسموها دروب شيبنج من زمان قوي. الدروب شيبنج يعني دي حقيقه، يمكن انا سمعت عنه متاخر بس هو فعلا من زمان. امازون كان ليها بروجرام كده اللي هو ممكن تعمل ديزاينز وتتحط على فيتشر امازون امريكا. امازون امريكا بالظبط. كان في حاجات كده اللي هو هم دي الحاجات اللي ممكن تتكسب على النت. في حاجه اسمها اللي هو السي بي ار او السي بي سي، حاجه اللي هي السي بي. كان في حاجه كده اللي هو سوق العموله، يعني المنتديات مثلا المكسب بتاعها كان بيبقى من الاعلانات، اما جوه المنتدى نفسه او خلال اللينكات اللي بيرفعوها عشان مثلا حد يحمل حاجه. كان مثلا اد فلايز زمان طبعا، هو سكيبز الحاجات طبعا ويطلع لك انا مروان تلودي مرحبا انا مروان تلودي. فما كانش حد بيتكلم مثلا لا ده كارير وده شغل. صح. انا عايز اقول لك اغلب المصممين اللي انا عرفتهم كانوا بيكسبوا فلوس من خلال تصميم المواقع. كانوا شغالين HTML بيصمموا كل جزء على الفوتوشوب او باختصار كانوا بيكودوه. الفكره ان الانتجريشن زمان كانوا طبعا بيعملوا لمواقع اللي هي منتديات اللي هي فورمز، صح. فكانوا معتمدين على الفيرجنز بتاعت بولتن اللي هي الشركه اللي كانت ماسكه اللي هو الفي بي اللي هي دايما VB. ايوه فتلاقي كل فيرجن ما تتحدث تلاقي فيه بلجنز جديده وناس بتعمل لها ديزاينز خاص بيها وبتاع. فكان اغلبهم شغالين في الحته دي. انت بقى النهارده بعد ما انت خلصت دراستك كدكتور صيدلي واشتغلت فتره برضو بارلل مع شغلك ده كدكتور صيدلي وخدت بوزيشن لا حتى بعد تخرجك اشتغلت اهوت 4 سنين ولا 5 سنين شغال كدكتور صيدلي. فيعني والماركت عمال زي ما انت قلت بقى في حاله ساتوريشن وتشبع، وبقى العرض والطلب المعادله اختلف. يعني بقى المعروض من الجوبس او من الاوبورتيونيتيز اقل بكتير من المطلوب السوق. يعني ما فيش، الناس بقت ياما قوي وخلى في حاله تشبع ان السينيورز مالين الماركت وخلى السينيور نفسه مرتبه قل بشكل كبير. وبرده البيزنس نيدز بقت عايزه حد يطلع حاجه فانكشننج اكتر من حاجه لونج تيرم سكيلبل، لان هو بقى في اتريشنز او في تيرن اوفر سريع. ده كله ما خوفكش؟ انا كان مجموعي مش وحش، انا كنت جايب 99.5 من السعوديه يعني. فكنت متخيل ان خلاص انا وش داخل طب يعني. تمام. فكان حظي ان السنه دي التنسيق رفع جدا لدرجه ان مفيش ولا كليه، وبالذات برضو على المغتربين عشان عدد المقاعد المحدوده والمعادله اللي بيقصوا فيها مواد الشهادين والحاجات دي كلها، فبتبقى حاجه سيئه يعني. طب كان واخد 100% واسنان واخد 100%. ايوه ازاي يعني؟ ازاي طيب؟ معاناه التي فعلا جايه من بره، ما جينا مجموعه كويسه عشان الكليه. فكان الكليه اللي بعديهم كانت صيدله. حلو. فانا وقتها صيدله انا عمري ما فكرت في صيدله يعني مش عارف يعني بس هي حاجه في الميديكال اندستري. فكرت ان الدنيا تمام يعني. حلو. قلت ان في مشكله دي نجرب وخلاص. صعقت من الواقع. صعقت في اول ترم مش في اول حتى في اول ترم. اول ترم انا اكتئبت جدا ان انا ما كنتش ما خدتش اول ترم او اول سنه في صيدله ما فيهاش اي حاجه لها دعوه بالصيدله. حلو. عباره عن بيسموها اعدادي صيدله. حتى انا قاعد ايه ده في ايه؟ انا فين؟ انا بعمل ايه؟ ايوه. حتى كان ليا احد الزملاء كان معايا في الفصل مصري زينا يعني. كان هو راح هندسه، اتقابل هندسه في تركيا في قبرص في تركيا. بشهادته عادي في السعوديه احنا كان متاح لنا ان احنا نقدم في كذا دوله يعني. تمام. فقال لي تعالى في صيدله هنا وبتاع. فانا قلت صيدله ايه؟ يعني لما اروح اسافر اروح صيدله برضه؟ يعني هو انا اشوف ده اشوف لا مش مستاهل. فاكس. ايوه. ممكن انقل تاني ترم على طول من غير مصاريف يعني، حكوميا كمان يعني. في جامعات حكوميه هناك في تركيا. في ناس كتيره فعلا اتقبلت في المنحه دي وقتها يعني. هي كورونا والله يا جماعه. هي كورونا اللي عملت فينا كل حاجه. فكان الموضوع بالنسبه لي محبط جدا. وقتها انا كنت شغال عادي مش مشكله. وقتها انا كنت شغال عادي اون ذا اذر سايد يعني ايه، لحد ما الموضوع بالنسبه لي اللي هو لا انا في الكليه كونديشن جديده، كونديشن غريبه ده في الاول يعني. فكنت وقفت كل حاجه بعملها وركز بقى عشان افهم الدنيا الجديده دي ايه. مجرد بوز يعني، مجرد حاجه متوقف يعني. اول ترم خلاص رجعت تاني بقى ايه زي ما قلت لك الانشطه، واتعرفت على الانشطه الطلابيه والناس وبتاع، وبقيت انتشر شويه في موضوع الديزاينز والسوشيال ميديا وبتاع. معلش عندي سؤال مهم. قول لي، هل لو انت كنت دخلت طب بشري كان ممكن ما تفكرش في انك تشفت كارير او تكمل في الحته ديت بتاعت غالبا ممكن ما كانش يبقى عندي اللكشري او الوقت. صيدله يعني هي فيها ميزه ان انت مش عندك وقت بس عندك لكشري ان انت ممكن تجو اراوند. يعني انت ممكن تطلع اصل انت جوه الكليه انت جوكر برضه. انت مش بتتخصص في حاجه معينه، مفيش حاجه اسمها صيدلي متخصص في كذا. تمام. عكس الدكتور بشري، انت دكتور بشري انت طالع بتاخد امتياز خلاص، انت بتحدد انت عايز تعمل ايه بقى. حتى لو رحله من المذاكره الجديده بقى ورحله جديده خالص وقت طويله. كل الاحوال هتتخصص عافيه غصب عنك. ده كده تمام. حابب التخصص او مش حابب التخصص. حلو. فانت في صيدله لا انت طالع مش عارف هتعمل ايه.
هتشتغل في الاندستري تصنيع، ولا هتشتغل في الكوميرشال سيلز مثلا في دعايه طبيه مع شركات، ولا هتشتغل ريسيرش، ولا هتشتغل كلينيكال، هتشتغل ايه ولا ايه ولا ايه؟ في مجالات كتيره جدا، ولا هتشتغل فارماكو فيجيلانس اللي هي اليقظه الدوائيه والحاجات دي، اللي هي مثلا حاجه لها علاقه بالطوارئ يعني وكده. فانت الكليه مش بتاهلك ان انت تتخصص في حاجه من دول. انت غالبا هتتخرج تاخد كورس في حاجه فيهم او تتدرب في حاجه فيهم ادور بقى اذاكر منين بقى عشان اشتغل عشان تعرف تخش. او في صيدليه، انت فاهم قصدي يعني. في حاجات كتيره قوي في كذا مكان. فانت بتبقى جوكر، انت تاخد في الكليه علم الادويه، وتاخد في الكليه الفسيولوجي عادي خالص بتاع. بس خلينا نقول برضو ان ميزه الجوكر ان انت ممكن توصل لحته حلوه جدا يعني. ليه؟ لان مفيش الاحتمالات مفتوحه. الاحتمالات مفتوحه. انت اخترت ان انت تنفست اكتر في حبك وشغفك اكتر ما تنفست في الصيدله، لان انت خلاص يعني انا طالما الطب ما جاش خلاص. مثالي زياده عن اللازم، وبقول انا ممكن اعمل اوازن بين الاثنين. كلنا حاولنا نعمل معادله بس الموضوع ما كانش مش تقول بالظبط. لما الواحد يتخرج بدا يشوف السوق. انت دلوقتي واحد لسه متخرج شاب، محتاج تتجوز، محتاج تعمل اسره، محتاج فلوس. اكيد هتلاقي المرتب بتاع الصيدليه ما يكملش، يعني ما يعملش حاجه. تمام. ومع كمان الموضوع بدا التدهور الاقتصادي اللي في العالم بحاله حصل يعني. بدات المرتبات دي ما بتزيدش، الناس ما بتزودش المرتبات. العالم بحاله مش في مصر بس، العالم كله متضايق. لا يعني انت مثلا في صيدليه مثلا زمان 2000 كان 2019 ايوه كان الصيدليه الكبيره في منطقه مثلا زي المنطقه بتاعتنا، محافظه في الاقاليم يعني، كانت بتاخد بس 3000 جنيه. فده رقم كبير جدا، رقم ضخم كومبيرد للماركت واسعار الحاجه وقتها. التعويم والتاني والتالت. صح هو ده 3000. طب ليه؟ بالظبط. مفيش نسبه تناسب مع اللي بيحصل خالص. حتى حتى موظفين الحكومه مرتباتهم زادت. زي ايه الناس اللي في الخاص مش بياخدوا مرتبات؟ مش عارف. انا كان الصيدلي اللي بيدخل الحكومه كان بياخد 2000 جنيه. حلو. الصيدليه بره ب 3000 جنيه بياخد 2000 جنيه. ايوه يعني بياخد اقل. فالموضوع ما كانش ورثت خالص. صح. لكن مع الزيادات اللي حصلت دلوقتي بقى 6 و7 احسن حسب الخبره يعني. 6 و7 والسوق لسه برضه بيدي 3 و4 برضه قليل. انت فاهم قصدي؟ ايوه فالموضوع انا بنتكلم على 6 سنين فرق. فالموضوع ما كانش فاينانشالي خالص بروميسنج، بالذات لو انت واحد انت عايز تبدا حاجه، عايز تعمل حاجه. بينما على المجال على الجزء الاخر، على الجانب الاخر التك اندستري كله طبعا هو دلوقتي بدا يتدهور. دي حقيقة. الموضوع ما يعني فعلا كان صعب. بينما على الجانب الاخر التك اندستري كان لا كان بروميسنج جدا زي ما انت قلت. انا عايز اقول لك ان قبل الشيفت للتك انا كنت يعني كنت برضو شغلي في السوشيال ميديا حببني اكتر في الجزء بتاع الديجيتال ماركتنج، وخلاني اخر 3 سنين في الكليه اشتغل ديجيتال ماركتنج مع ايجنسيز بره يعني. فكنت انفست طار كبير قوي في الديجيتال ماركتنج، مش بس بقى كونتنت اللي هو ككرييشن كفيجوال، لا فيجوال وكونتنت نفسه تعمل ازاي بنحط بلان ماركتنج. اشتغلت لكذا حد هنا في المحافظه بتاعتنا الجميله كفر الشيخ حبيبه. ما انا عايز اقول لك ان انا بالنسبه لي عشان كده بقول لك دايما هو مجال ديجيتال. ليه؟ لان انا بالنسبه لي اي حد اشتغل في ديجيتال وورك، سواء كان هو او حاجه ليها علاقه يعني تك ريليتد، هو بيعاصر انفايرمنت ثانيه خالص على صعيد الناس، على صعيد الكلاينتس، على صعيد الشغل. هي اكسبيرينس مختلفه لما بتشتغل في اي ديجيتال اندستري او بالظبط تك ريليتد اندستري يعني. الموضوع ده خلاني شغوف اكتر بموضوع الماركتنج وكده. وبالتالي لما اتخرجت، لما بقى عندي فرصه ان انا اجوين مثلا كومباني ليها دعوه بالسيلز كوميرشال، قلت يمكن فرصه ان انا ابقى انقل على حاجه ماركتنج او كده. بس الموضوع ما كانش برضو بهذه الورديه، لان الكوربريت لايف مختلفه تماما عن جدا. الموضوع مش سهل تماما. ده ممكن تقعد 10 سنين في الشركه وما تترقاش عادي، ولو اترقيت مش هترقى في المكان اللي انت عايزه. هيبقى الموضوع مش بهذه السهوله يعني. وفي الفارما اندستري كمان الموضوع صعب انك تبقى عندك فريدم شويه في موضوع الماركتنج. انت ليميتد برولز معينه وقوانين معينه، انت بتروج لدواء، فانت الافكار بتاعتك محصوره تماما في فريم معين واطار معين تقدر تتكلم فيه. دي من اجمل مميزات عموما التك، ان انت فعلا انت الدومين ملوش باوندريز يعني او الفود بيفرجز اللي هي المشروبات والاكل، انت عندك ليفل من الكرياتيفيتي مفتوح طالما انت يعني ودن للقوانين برضه. ايوه بس انت عندك ليفل مفتوح شويه. انت في الدواء انت بتتكلم على دواء، فالموضوع فعلا ما ينفعش انك تتكلم على دواء ضغط تقول لهم والله دواء الضغط ده جامد جدا. ما ينفعش. صح. ايوه لازم انت مالكش ان انت تتكلم في حاجه زي دي كشركه دواء يعني بالقوانين يعني. وده طبعا صح، مش حاجه غلط. فالموضوع ليميتد شويه. انت بتعمل سيرتن اكتيفيتيز
كل الناس بتعملها بلا استثناء، كل الشركات بتعملها، والموضوع بقى هيبقى يعني معتمد 100% على الدكتور او على ارتياح المريض لحاجه معينه وخلاص، وانت ونصيبك. لكن انت بكل شركه في بادجت معينه للتيم الماركتنج، بيعملوا شويه ماركت اكتيفيتيز، شويه ايفنتس، كل الشركات بتعملها شبه بعضها بالظبط كربونه. ده حقيقي ده حقيقي. وخلاص بقى، وزي ما تيجي انت وحظك بقى، السنه دي سنه الدوله الفلانيه، بكره الدوله العلانيه بتاعت الشركه الفلانيه، وهكذا. فالسوق طالع نازل وبيكبر وبتاع، فانت ما فيش عندك اي مجال للكريتيفيتي خالص. ايوه هتروح هناك هتبقى اكسكيوتر لا اكتر ولا اقل. فوين اي ريلايزد ذات، قلت لا ما بديهاش بقى، انت فاهمني. يعني شفت بقى الحاجه يعني اديني مجال اوسع شويه، لان انا حبيت ده. انا قلت لك اشتغلت فيه 3 سنين او 4 سنين، يعني 3 سنين اخر سنين في الكليه، وسنه كمان بعد ما اتخرجت او سنتين. ف خلاص بقى حاجه في الكور بتاعي. وبعدين يعني مع برضو التغيرات اللي حصلت، عشان برضو الواحد يبدا يسبورت نفسه فاينانشالي، فانا كملت في الشركه اللي انا شغال فيها وبتاع. كنت شغال في السيلز تيم يعني، بس مش حاسس ان انا مبسوط. يعني في الاول كنت مبسوط لان بتعلم حاجات جديده، بتعرف على ناس جديده، كونت علاقات كويسه جدا مع الدكاتره. وده ليفل صعب انك تعمل فيه علاقات كويسه برضه يعني، لان الناس دي طرح للناس اكبر منك على الاقل ب 10 15 سنه. انت دكتور برضه كل حاجه، بس انت برضه يعني ازاي تبني علاقه مع حد هو المفروض ان هو فاهم وعارف اكتر منك بكتير؟ ازاي الحد ده يبقى عايز يلجأ لك انت في معلومه معينه او في حاجه معينه او في استشاره معينه، وانت اصغر منه ب 10 20 سنه، ما كانش اكتر كمان يعني. نوع الريليشن شيب ده بتبقى مبسوط جدا لما بيحصل. حلو صح. لما تكريت ريليشن مع دكتور استشاري كبير مثلا، فرق بينك وبينه 30 40 سنه، ويبقى بيرجع لك انت في معلومه عشان بيثق فيك وبيثق في المعلومه بتاعتك، بيزود الماتيوريتي عندك، انت شخص بالظبط. وبرضه انت بتواجه مواقف سيئه كتير جدا، صح تعرف بقى تهندلها ازاي، لان برضه الناس الشركات بتاع الادويه مثلا في مصر مش كلها بتتعامل بنفس الطريقه مع الدكاتره، مش كلها عندها نفس الرولز ونفس القواعد ونفس الطريقه بتاعت الاكسكيوشن. وفي حاجات كتيره مش كويسه بتحصل من الشركات الصغيره يعني، فبيبقى الدكتور عنده تخيل معين او تصور معين عن الشركات كلها. وفي ناس دكاتره بتبقى فاهمه، يعني عارفه ان مثلا الشركه الفلانيه بتعمل شغلها بطريقه فلانيه، الشركه الثانيه لا. فطبعا استفدت من الفتره اللي انا قضيتها في الشركات وكده، وكنت مكمل عشان الجزء الفاينانشال بصراحه يعني. وكنت في نفس الوقت اون ذا اذر هاند مكمل في الجزء بتاع الترانزيشن بتاعي، انا عايز اعمل فول ترانزيشن، انا محتاج برضه. ودي حاجه حلوه ان انت كان عندك يعني كالكوليتد ريسك، يعني بالزبط. انت حاسب الموضوع، مش هو يلا انا هنط دلوقتي من المركب وزي ما تيجي لا، هو في هنا برضه جزء من النضج الكافي، اللي هو لا انا هوازن لحد ما اقدر فعلا ان انا انقل، يعني عارف زي اللي هو حد سايق وعايز يروح من اقصى اليمين لاقصى الشمال، فيبدا واحده واحده مش هكسب لا لحد ما اعرف اوصل كده. انا عايز اقول لك ضمن الحاجات الفاصله في الموضوع بتاعي ده هو البيرسونال براندنج. الناس كلها جدا. حتى في الكليه كانت عارفه ان انا راجل بعمل ديزاينز، راجل بعمل كونتنت، راجل بعمل ماركتنج. صح. انا عايز اقول لك في ايفنتس كانت اتعملت في الكليه في اجازه الصيف، وانا كنت في السعوديه وقتها في الاجازه، يعني كنت بنزل اجازات لاهلي وكده. لقيت عميد الكليه بيكلمني ورئاسه الجامعه بتكلمني وبتاع عشان خاطر اعمل لهم شغل، انا ما اعرفش، انا ما حدش قال لي، حد قال لهم عليا. قلت لهم طب انا في السعوديه قالوا لي خلص الحاجه في السعوديه وما تيجي هقول لك بالريال، ما تيجي كمل. طبعا كان الشغل ده كله فولنتري أيوة يعني طبعا، بس كان برضو حاجه حلوه يعني. فشفت كان جزء كبير منه ساعدني هو البيرسونال براند. صح. اغلب زمايلي واغلب اصحابي واغلب معارفي عارفين ان انا راجل شاطر في الجزء الفيجوال، راجل بعمل حاجه لها دعوه بالماركتنج، الحاجات دي كلها يعني. وكنت دايما حريص في فتره الكليه، في فتره بالذات اللي انا اشتغلت فيها الماركتنج، ان انا ماركت لنفسي ان انا بعمل الحاجات دي. حتى كان دايما ايه اقول له انا اشتغلت بعمل بنزل مثلا ايه ستارت الاب مش عارف ايه، فكده الناس بتعمل ايه يعني؟ بتعمل أيوه. ايه؟ فاقعد اشرح لهم. انت فكرتني انا برضه، انا كنت يعني انا برضه ببقى مبسوط النهارده لما بيطلع لي الميموريز بتاعتي على الفيسبوك من 10 سنين، انا كنت وقتها كل سكرين ويب سايت بعملها سكرين شوت انزلها وبفرح ان انا كنت بعملها مثلا، ويجي لي مثلا ميموري من 2015. انا كنت ثانويه عامه وبعمل كود بكتب يعني بعمل ديزاين ويب سايتس، والله لما كنت بقارنها بانتري ليفل ناس في المدى القريب دخلوا المجال، كنت ببقى مبسوط ان انا كان عندي برضو يعني عيني ارتستيك شويه، قادره توزن الكومبوننتس بتاعت السوفت وير اللي قدامي بشكل ابيلينج. ما هو الموضوع ده بيعتمد ان انت شفت حاجات كتير. بالظبط، انت عملت تغذيه بصريه كبيره، فاكر بصريه كتير،
وحفركت زي ما انت قلت كده في فتره الاعداد بتاعي ان انا بقى في العالم الورد بريس وويكس وويبلي و50 حاجه كانت الحاجات كلها اللي كانت موجوده وقتها. فرجتك اساسا يعني ايه الكومبوننتس الاساسيه للويب سايت، يعني ايه بطن، يعني ايه مش عارف تاج، يعني هو الموضوع فلما كان بيطلع لي ميموري من 10 سنين وانا لسه داخل المجال، وانا وقتها في ثانويه عامه وبعمل ويب سايت، انا قبل ثانويه عامه كمان، يعني انا يعني دي كانت في ثانويه عامه، انا كنت داخل كمان من 2014 ولا حاجه او 2013 كمان، وانا لسه يعني كان هو توتوريال واحد بس على اليوتيوب، كان 12 فيديو. التوتوريال عباره عن ايه بقى؟ هو مقسمهم اربع ارباع. فاول ثلاثه كان بيرسم الويب سايت على فوتوشوب. حلو. تاني ثلاثه بيقطع الديزاين. صح. ودي كانت حاجه بالنسبه لي، انا كنت فوتر لوحده والنافيجيشن لوحده. فكان ده يقعد بقى ايه، يقص الصوره بتاعت السلايدر، يقص مش عارف وايه بقى احلى كروبات عليك يا عم. بالظبط. وعشان تعمل هوفر افكت كان عايز اقف على ايكون الفيسبوك فلونها هيتغير. فانا مش عارف ليه، مع ان وقتها اعتقد في ناس كانت يعني ماتيور انف انها تعرف تعمل حاجه زي كده، بس كان بقى يعني يعمل ديزاين للبيفور هوفر والافتر هوفر، ويعمل لهم زي فليب للباك جراوند زي ما يضغط عليه بالماوس. كانت ليه ده؟ المهم ان ثالث ربع او ثالث فيديوهات ازاي تحول الديزاين ده ل HTML و CSS. رابع او اخر ربع ده بقى ازاي تحوله من وورد بريس لان HTML وورد بريس. انا بقى دخلت البلاي ليست ديت وانا لا عارف فوتوشوب ولا عارف ولا عارف وورد بريس، والله بجد. ودي كانت النقطه بتاعت يلا، يعني انا يلا بينا نتعلم بقى. انا لحد النهارده بقول انا بدايه تعلمي للثلاث لغات الاساسيه بتوع الويب كانت اكوايرنج اكتر ما هي توتوريالز. يعني انا دخلت انا بقيت باكواير كل شويه بكتشف تاج وانا شغال، فبدات معايا بالحاجات البسيطه بتاعت الاتش ام، بدات تكبر جافا سكريبت دخلتها بالحب، يعني لقيت نفسي دخلها برضو ما عمري ما خدت فيها ديديكيتد تايم اتعلم انا صح اتعلم اتش ام ال. هي دي اكتر حاجه جت من صباح ليه، لان هي كانت امبيدد جوه كل توتوريال، فانت كل توتوريال بيطلع لك بسيلكت وسيس جديد ده كذا. فحته البيرسونال براندنج انا لسه حتى من شويه لما حد قابلنا بيقول لي انت كنت بتنزل كل يوم شغلك فانا فعلا قعدت فتره كبيره انت كنت عايز تظهر ان انت بتعمل حاجه، انت كذا. فخور بانجاز انت عملته بالظبط، فعايز تبروزه بالظبط. اكتشفنا بعد كده ان ده يعني عيب مدرس، يعني ان هو حته البيرسونال حاجه مهمه دلوقتي بالذات كمان في الفتره الكتير والناس الكتير صح، والريسورسز الكتير دي موجوده بيسموها نويز وورلد، يعني صح محتاج تظهر عشان خاطر لما حد يفتكر كذا ومحتاج حد يعمل كذا فبيفتكر فلان الميموري ينزل حاجه، محتاج تثبت عند الشخص في الميموري فعلا بالظبط صح. فدي كانت يعني ساعدني جدا في فيز النقله دي كلها يعني. فاون ذا اذر هاند زي ما قلت لك بيسايد ذا كومباني ورك كنت باخد من وقت زياده، باخد من اجازاتي، من نومك، من حاجات كل حاجه عشان خاطر اطور نفسي اكتر في الجزء ده، الجزء بتاع الديجيتال ان جنرال يعني. اوكي وذر ديجيتال ماركتنج او حتى كرييشن ديجيتال كرييشنز يعني. كنت باخد يعني فريلانسات كده يعني صغيره حين الاخر يعني. ما كنتش مركز بنسبه 100% طبعا، مش ديديكيتد 100%. ان انا مش عارف ادي 100%، مقيد مش عارف ادي 100% من خلاص. انا عندي شغلي بيستهلك اغلب وقتي ومجهودي، والموضوع طبعا بتاع السيلز استهلك وقت طويل جدا ومجهود كبير جدا جسدي وذهني وكل حاجه. وكنت بترجع متدمر اصلا صح، فترجع مش قادر. فلحد ما بدات ان انا اوصل لليفل كويس، ووقتها كنت عايز انقل بقى حاجه ثالثه خالص، داتا اناليسز بالمره يعني. الكلام ده 2022 او 2023 2023 انا اتعلمت بصراحه في الجزء يعني في شغلي كسيلز، اتعلمت ان انا ابقى فليكسبل شويه وابقى عندي ستريتشنج، بحيث ان انا يعني مش لازم ابقى ستيك لحاجه معينه، لقيت حاجه في فرصه في مكان تاني يا باشا يلا بينا نتعلمها وندوس. وده كونسبت حلو جدا، ودي مهاره مهمه جدا جدا جدا, جداً لاي حد في اي مجال دلوقتي. صح، لان الدنيا فعلا بتتغير بشكل مرعب. صح، وطول الوقت بتتغير. يعني دلوقتي موضوع الاي اي او بقى له تقريبا سنتين اهوت بيطلع بشكل مرعب، وارد ينزل، وارد يبقى هايب وينزل تاني بعد كده والدنيا تهدى يعني. وعشان كده دايما الناس حتى يعني الكبار اللي بيتكلموا في المجال ده في الحته بتاعت الاي اي، انه الاي اي هو مش استبدال ولا حاجه، هو فكره انت محتاج تبقى محتاج عشان خاطر تستخدم الاي اي صح، تبقى حد فاهم كويس الشغلانه اللي هو بيعملها، فاهم كويس البيزكس، وعارف يعني كانه مدير بالظبط. انت بتدير واحد انترن بالظبط، اعتبر الاي اي ده انت بس انترن متعلم بشكل سريع جدا يعني. بالظبط، انت هتفهمه الشغل صح وهتاسست عليه. لو انت ما انتش فاهم الاندستري كويس، مش فاهم هو بيعمل ايه، لو في مشكله حصلت ايه اللي هيحصل. الاي اي حتى الان
مش واصل لنسبه 100% لكونسبت البني ادمين قوي، بالذات في الحاجات مثلا اللي ليها دعوه بالبيزنس اندستريز اللي ليها دعوه بالبني ادمين اكتر يعني. هو مش فاهم انت عايز توصل ايه للبني ادم. صح. هو بيحاول يديك حاجات جنرال، حتى لو انت وداك حاجات سبيسيفيك مش بيدي حاجات بشكل هيومن بنسبه 100%. انت برضه تحس ان في حاجه غلط، تحس ان في حاجه ناقصه، مش عارف تحددها بس في حاجه ناقصه، ممكن ما تطلعش، ودي حاجه مرعبه برضه يعني. دي مرعبه جدا فعلا. بس لو انت فاهم فعلا الاندستري كويس، فاهم البيزنس بتاعك كويس، هتحس ان في حاجه غلط، هتبقى متاكد مليون في الميه ان الحاجات اللي طالعه دي لازم تعدل عليها. عشان كده الاي اي سلاح ذو حدين وبشع جدا لاي حد داخل في مجال جديد. بالظبط. انت دايما هتلاقي اغلب التولز لحد دلوقتي يقول لك ايه، بليز ريفايز اي اي كان ميك ميستيكس، اللي هو يعني بالظبط، يعني راجع الحاجه عشان ممكن تبقى حاجه غلط يعني. بالظبط. فالمهم نرجع للموضوع بتاعنا. رجعنا للاي اي بسرعه، تسرعنا على الاي اي. فالمهم كملت انا في الحته دي، وبعد كده لما جيت اعمل شيفت على الاناليسيس سالت احد الناس السينيور في الحته ديت يعني، قال لي انت راجل عندك باك جراوند ديزاين كبيره وكمان بزنس، يعني بزنس باك جراوند، فانت ليه ما تخش في الويب ديفلوبمنت او اليو اكس؟ قلت له والله هو اليو اكس بالنسبه لي انا كنت بعمل على فكره يعني حاجات شبه اليو اكس، بس بعملها بالفوتوشوب، ما كانش حاجه ثانيه. ايام كان اسمها فيش اسمها يو اكس، ايام كان اسمها ويب ديزاين. هو كان اسمه ويب ديزاينر. فهو كان بالنسبه لي الديزاين زي اي ديزاين وخلاص يعني. فقال لي لا ده في تولز ثانيه وبتاع ومش عارف ايه، فبقيت وقتها ايه ده في تولز ثانيه، طب يلا بينا. بدات اخش، قلت انا هدي لنفسي فرصه، لقيت الموضوع فيه يعني صعوبه في الدخول، هرجع تاني لسكه الايه، اناليسيس بقى وحاجه جديده ومش مشكله، ما مش فارقه بقى يعني. لقيت الموضوع سهل جدا ان انا ترانزيت من فوتوشوب لفيجما، فكان الفكره فكره لذيذه، وبدات لقيت الموضوع ان هو جاي معايا عادي خالص. بس طبعا كان في تشالنج كبير قوي ان انا مش متعود على التول، فان انا انجز فيها حاجه بياخد مني وقت طويل شويه عن فوتوشوب. فوتوشوب انا لو بنفذ ديزاين، لو حد غيري لسه مثلا بقاله سنه او سنتين هينفذه في 3 ساعات، انا ممكن انفذه في 5 دقائق 10 دقائق لهذه الدرجه ان شاء الله. خبره وممارسه سنين، وعارف بعمل خبره وممارسه سنين، حافظ التول، بالظبط، حافظ كل حاجه في مكانها. فكان ممكن مثلا حد يطلب مني حاجه هو عايزها بعد اسبوع، مش هقول له انا هسلمها لك النهارده، لا انا هخلصها النهارده وهسلمها له بعد اسبوع عادي خالص. تمام، لان في ناس برضه عندها كونسبت انت كروت، لا مش كروتك والله، بس انا بعرف اعملها بسرعه. يو اوريدي بي ذا كوست يعني. بالظبط. قبل كده كان بياخد مني وقت، بعد كده ما عادش بياخد مني وقت. بالظبط. الفكره ما كان عندي في المعضله ده عشان هو طول جديده بالنسبه لي يعني. كنت بعمل كومبوننت بايديا، بالبوتون، بكل حاجه بايديا، بقى بظبط السيرفس بتاعها كل حاجه بايديا، ودي برضو حاجه مهمه كفاونديشن ان انت تعرفها، عشان لما في مشكله تعرف تلاحظها، وعشان لما تتزنق ما عادش عندك كريدت اي اي يا عم. ما فيش حاجه حلوه في الكوميونتي. نرجع بقى للسكيلز اللي عندنا، يعني يبقى في سكيلز. بالظبط، تصرف يعني. وجود التولز ديت خلت البيزنس اونرز او ستيك هولدرز مستنيين الدليفربلز اسرع بكتير قوي. انا عايز اقول لك هو الموضوع بيعتمد على البيزنس زي ما انت قلت. هو بيزنس، هو البيزنس فاهم، والسكيل بتاعه هيخليه يعني هو فاهم ان لازم الحاجه دي تطلع في وقت، فاهم ان الحاجه دي لازم تطلع في بكواليتي معينه، وهيبقى عارف ان هي لازم تبقى كاستم 100%، صح، هيومن بيزد 100%. خلاص صح. لكن هو عايز حاجه بسرعه. كنت لسه هقول لك ايه، طالما حاجه كويسه بسرعه برضه. خلينا متفقين ان احنا كلنا بنسيرف البيزنس نيدز. بالظبط. بس فالموضوع زي ما قلت لك كده يعني السكيلينج يعني الحمد لله الليرنينج كيرف فعلا زي ما انت قلت طلع معايا مره واحده، وكان عندي خوف برضه ان انا الاقي اوبورتونيتي ان انا اجرب فيها بقى اللي اتعلمته ده، فقلت استغل الوقت برضه. يعني انا كنت بدخل اونلاين تشالنجز كانت موجوده شبه التشالنج بتاعت الكود اكاديمي كده، بس كانت في الديزاين بقى اللي هو كل يوم في سكرين بس يا سيدي. وهذه القصه يعني اعتقد خلاص طولنا قوي، جبنا الاخر. جبنا الاخر بس. بس فدي القصه اللي وصلتنا لهذه المرحله يعني. حلو. ايه المورال من القصه؟ ايه المورال؟ ان والله سبحان الله يعني دايما الاقدار مش بايدينا، والطرق اللي احنا يعني ما بنختارهاش بنسبه 100%، بس اي حد متاح له اي طريق قدامه يستغل الفتره اللي هو فيها. لو في حاجه فعلا بيحبها يعملها، بس ما يخليهاش تقبل التغيير. يبقى عنده فلكسبيليتي شويه. المقاومه ما تبقى ما فيش يعني بلاش الريزيستنس القوي ده والمقاومه القويه، ويكون في ادوبشن سريع، يبقى في بيشنس. يعني انا انا كنت شاطر في الديزاين وكل حاجه، بس انا مش عارف ادخل فلوس، فمش معنى ان انا مش عارف ادخل فلوس يبقى انا ما اكملش
او ان انا ما اعملش حاجه او انا ما اتطورش. زي مثلا انت في دكتور بيجي يشرح لك مثلا ايام الكليه مثلا، يشرح لك محاضره ويقعد يتكلم ساعه ولا ساعتين، بس تحس انك مش فاهم برضه. بتفهم امتى؟ لما تلاقي مثلا بتروح تدور على حاجه تانية بتتكلم عن نفس الموضوع. دكتور واحد هندي بيشرح الحاجه دي. الماركتنج انا ما خلانيش فيه ابقى شاطر في وسط الناس اللي كانت موجوده. انا اشتغلت في كذا ماركت، يعني انا اشتغلت تقريبا في كل الكونتيننتس اللي موجوده على الكوكب في ماركتس مختلفه. يعني اللي خلاني شاطر ان انا كنت بقرا كتب غير الفيديوز اللي كانت بتشرح الحاجات الماركت ترندز وكده، كنت بقراها بكل انواعها. يعني ممكن اقراها ديجيتال، ممكن اقراها اوفلاين، واحدد اللي انا قريته واكتبه بره لو في نوتس معينه. الحاجات دي اللي ساعدتني ان انا بعد كده لما اجي ديسيجنز لحد او كلام مختلف او كلام مفهوم، حد يسالني سؤال غريب اعرف ارد عليه. الحاجات ديت الفيديوز اللي انا بتعلمها او توتوريالز حاجه مش توصلها لي مكمله لبعض. في نهايه حلقتنا بنشكرك جدا. شكرا يا باشمهندس عمار على الاستضافه الجميله دي، واتمنى يعني لو المستمعين لو هيستمعوا لحاجه زي كده يعني ما يزعلوش مننا. ان شاء الله نخسر الساعه ونص. طبعا بعد الشات جي بي تي سمرايز سمرايز. الى اللقاء.